أيا وينكم أيا إن شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم بنا اللي هي كفتاجي قروي، كما تعرفوا الناس الكل نحبوه بنين على الآخر على الآخر معروف. اجتهدت وحاولت قدر المستطاع نقرب للطريقة الأصلية. أي اللي عنده أي إضافة خليها لي في التعليقات. خذيت لهنا مقلاة حطيت فيها كمية كبيرة من الزيت، وناخذ وك القرون متاع الفلفل نحي لهم القعمورة متاعهم ونعمل فيهم فتحة على جنب. والفلفل بطبيعة الحال راه غسلته مسبقا ونشفته بالباهي. توا بعد ما كملت نظفت الجرينات الفلفل نحطهم يتقلوا. وماذا بيكم كي يحطوا الفلفل يتقلي تكثروا كميه كبيره للفلفل مع بعضها تتقلي باش يعرق على الفلفل على بعضه ويجيكم هكاكا ابن، مش نقلوا بالقرن يجينا شايح من داخل كي يبدا برشا فلفل مقلي مع بعضه يجي ابن. لهنا الفلفل نتاعنا خلينا هي تقلي. في الاثناء نحضر في قعبات بطاطا باش نعملهم فريت. من بعد تو ما كملت قليت الفلفل الكل نخرجه نحطه في صحفه على جنب. وك الزيت نتاع الفلفل هذاك اللي قليته فيه نكمل نقلي فيه البطاطا. راهو البطاطا كي تقلوها في الزيت نتاع الفلفل للكفتاجي تجيكم هكا ابن. هذا السر من اسرار زاده بنة الكفتاجي. وتوا في الاثناء البطاطا تقلي نحضر في الطماطم راهو ما تكثروش. كفتاجي القروان بنته في الفلفل عملت كعبتين فقط، كيلو ونص فلفل عملت لهم كعبتين. طماطم فوحتهم ثوم وتبلو كرويه وشويه هريسه عربي حركتهم خليتهم يطيبوا على جنب. وتوك البطاطا متاعنا حضرت هاكا باش نخرجها. ولهنا عملت 10 كعبات عظم على كيلو ونص فلفل. عملت 10 كعبات عظم ملحتهم. وماذا بيا لهنا نبدا نسطر في الكفتاجي متاعي شويه هكا الفلفل نسطره ونخلي اكل عظمات يتقلوا على نار هاديه نخرجوهم ماذا بكم مروبين شويه. الكفتاجي كي تسطروها سخون راهو يجيكم احسن يعاونكم في التسطير اكثر. توا كملت سطرت الفلفل باش نحط عليها كالعظمات ماذا بيكم مروبين كما تشوفوا هكاكا. نزيدوا مغرفه كبيره هريسه عربي ونزيدوا اكل الطماطم اللي قليت هذيك وفوحتها نزيدوا الشطره نتاعها ونسطروا ونشوفوا بعد اذا كان يستحق منا اكثر ولا لا. راهو كفتاجي القروان معروف اللي هو المكثريه نتاعو فلفل اخضر، ما تكثرولوش برشا طماطم. راهو مش الكفتاجي العادي هذاك لا، يكون النسبه الكبيره نتاعو فلفل وشويه طماطم. عملت تصوروا انتم كعبتين عملت منهم كان كعبه. لهنا الكفتاجي نتاعنا حضر سطرته بالباهي. خذيت صحايه نتاع التقديم حطيت فيه الكفتاجي نتاعي وزدت حطيت عليه من فوق شويه فريد كيما تشوفوا هكاكا. ونزيدوا رشه بصل ونزيدوا شويه زيتون شويه فلفل برا عبيد. المهم لهنا الزينه تبقى اختياريه تعملوا ايش تحبوا نتوما. تنجموا تقلوا معاه مرقاز تنجموا تقلوا زاده معاه شويه اسكالوب اللي تحبوا نتوما تعملوه معاه. ان شاء الله اليوم قدمت لكم افاده في الفيديو كيما قلت لكم من الاول اللي عنده اي اضافه ماذا بي خليها لي في التعليقات. الناس الكل هاو نتعلموا مع بعضنا ونصلحوا الريسيتات لبعضنا. إلى اللقاء.